أهلا بيكم في كورس التسويق العقاري عبر إعلانات ميتا من ستيت إديوكيشن. المحاضرة اللي فاتت عرفنا أنواع الجمهور الأربعة. خليني أفكرك بيهم في حدوتة صغيرة. تخيل معايا إنك معاك مشروع جديد ولسه محدش يعرفه، تكتب إعلان واضح وتسيب ميتا تدور على الناس اللي ممكن تسجل. ده اسمه برود يعني جمهور واسع. إنما لو حبيت تشغل عقلك وتتوقع العميل تصرفاته إيه، سلوكه إيه، بيهتم بإيه، وتبدأ تختبر ده وتقول لي أنا عايز أبدأ الحملة بعميل مهتم بالعقارات أو مهتم بالاستثمار العقاري، خليني أبدأ من الناس دي. ده اسمه انترستس يعني اهتمامات. ده النوع التاني من الجمهور. بعد بقى ما الإعلان يشتغل، ناس تشوف الفيديو، ناس تفتح الفورم، ناس تكلمك على واتساب، ناس تدخل الموقع بتاعك لو انت عامل تتبع. الجمهور ده اسمه كاستم اودينس، يعني جمهور مخصص، ناس عملت معاك حاجة، عملت أحداث. لما تلاقي بقى 50 واحد تواصلوا معاك على الواتساب وكانوا كويسين جدا وأقرب لقرار الشراء، وفي 50 واحد مالوا الفورمة وكانوا أقرب لقرار الشراء، وقدرت تنزل منهم ناس تزور المشروع، ينفع بقى تاخد بياناتهم وتروح لميتا وتقول لها شايفة الناس دي؟ هاتيلي ناس شبههم. دول بقى الجمهور الرابع اللي اسمه لوكالايك اودينس. يعني ايه؟ يعني جمهور مشابه. احفظها بقى كده. الجمهور الواسع ميتا هي اللي بتدور، وغالبا ده اختيار الناس اللي لسه بتبدأ او الشركات الجديدة او الناس اللي ما عندهاش داتا. في الاهتمامات انت اللي بتديها البداية، انت اللي بتتخيل وتتصور وتبدأ تختبر. اختبري لي الناس اللي بتسافر وترجع، اختبري لي الناس المهتمة بالاستثمار العقاري. مجرد اختبار لاهتمامات، بس مش ضمان انه هيجي يشتري منك. انما بقى في الجمهور المخصص، دي ناس اتعاملت معاك وبالفعل تواصلت معاك عن طريق اتصال، تواصلت معاك عن طريق واتساب، تواصلت معاك عن طريق فورم التسجيل. دي بقى ناس بيور، ناس حقيقية، ناس بتدور عايزة تشتري بجد، مش مجرد تخمين. وبالتالي ميتا هنا بتقول لك طيب عندك بقى، اديني الداتا بتاعت الناس دي وانا هجيب لك ناس شبههم. النهارده بقى هنتعرف على الجمهور الواسع وجمهور الاهتمامات، وهعرفك ازاي نجربهم من غير ما نرمي الميزانية بتاعتنا في الارض او نقول طب تعالوا نجرب حظنا. بص بقى معايا، انا هنا جوه الاد سيت، وطبعا احنا عملنا محاضرة كاملة عن الفرق ما بين الكامبين والاد سيت والاد. انا هنا حددت المكان وحددت السن، لكن ما اخترتش اي اهتمام، سبت الاهتمامات فاضية. الشكل ده اسمه جمهور واسع. الشكل اللي قدام منك ده اسمه ايه؟ جمهور واسع. واسع هنا يعني انا حددت الاساسيات، حددت المكان والسن، سبت متى بقى تدور من غير ما احبسها جوه اهتمام معين. هتيجي تسألني هنا سؤال منطقي جدا، تقول لي طيب متى هتعرف منين ان الاعلان ده عن شقق، عن مشروع في التجمع الخامس؟ احنا بقى بنعرفها من خلال الاعلان نفسه. يعني الاعلان بيقول وحدات سكنية في التجمع الخامس، سعر يبدأ من كذا، مقدم من كذا. متى بتقدر تحدد ده من الكرييتيف. بعد ما الاعلان يشتغل، متى بقى بتشوف مين وقف عند الاعلان، مين فتح الفورم، مين سجل، وهي بقى بعدها بتحاول تدور على ناس شبه اللي سجلت في الفورم ده. هتسألني بقى سؤال تاني في غاية الأهمية، هتقولي طب افرض بقى أول ناس سجلت كانت الجودة بتاعتها وحشة قوي. أقول لك ممكن، لأن ميتا شافت إن هم مالوا الفورم، سجلوا، لكن ما سمعتش مكالمة السيلز بودانها. طب واعمل ايه؟ لازم تحط السعر والمقدم في الإعلان عشان تفلتر العميل. لازم الفورم يسأل عن الميزانية، يسأل سكني ولا استثماري، يسأل عن نوع الوحدة. والسيلز بقى بعد 3 4 ايام يقول لنا مين كان مناسب ومين كان بيسأل وخلاص. ولو انت بقى رابط سي ار ام باعلان ميتا، ينفع تقول له مين كويس ومين وحش، وهو يحسن الاعلان. بس دي حته متقدمه شويه، يعني ميتا هتجيب لك الناس اللي تسجل، لكن جوده العميل بنعرفها من السيلز. ده تقريبا كل حاجه ممكن نعرفها عن الجمهور الواسع، ومش عايزين نطول فيه اكتر من كده. يلا بينا بقى نبص على الاستهداف التفصيلي الديتيلد عشان نعرف قصه الاهتمامات. بص هنا، لو جيت ضغطت على براوز هيظهر عندي 3 اهتمامات: معلومات، اهتمامات،
سلوكيات. تعال بقى ناخدهم باختصار. أول واحد عندنا هنا بيقول لك demographics. يعني إيه؟ يعني بيانات بتوصف الشخص، شغله إيه، تعليمه إيه، متجوز ولا لأ، عنده أولاد ولا لأ. ممكن تدخل هنا على work مثلا، شغله، ونختبر بقى وظيفة معينة، أو المدراء، حد بيشتغل مدير في شركة في مصنع. بس خلي بالك لو اخترت مدير، انت كده مش حصرتهم كلهم، انت وصلت للناس اللي متى قدرت تصنفهم كمدراء. انما واحد مش كاتب مدير وكاتب مؤسس، او مش كاتب شغله اصلا، ممكن ما يدخلش معاك في التصنيف ده. دي حاجة. تاني حاجة عندنا اسمها interests. يعني ايه interests؟ يعني اهتمامات. يعني ايه برضو؟ يعني متى لحظة ان في اشخاص بتتابع صفحات معينة، فيديوهات معينة، منشورات عن موضوع معين زي العقارات مثلا، او زي الاستثمار مثلا. لو انا بقى عايز اخمن او اتوقع او اشاور لمتى تبدأ الحملة منين، اقول لها طيب انا عايزك تبدأي الحملة من عميل يكون مهتم بالعقارات، بيبحث عن العقارات. بس خلي بالك، مهتم بالعقارات مش معناه انه جاهز يشتري. انت بتحطه في مجموعة لوحده، في هيدسيت لوحده، وبتختبره وبتشوف بقى هل الاهتمام ده بيجيب عملاء كويسين ولا لا. ادي الاهتمامات بمنتهى الاختصار. خلي بالك ان انا بديك الفكره العامه لكل حاجه. تالت حاجه بقى بتديها لي ميتا هي البيهيفيورز، يعني سلوكيات، حاجات الشخص عملها، مش مجرد موضوع بيحبه. اديني مثال. يعني مثلا ميتا ممكن تعتبره بيسافر كتير. طب وهي عرفت من ايه؟ هو كل ما يروح منطقه يعمل تشيك ان، يعني يسجل انه موجود في مكان ما، فيظهر نشاطه عند ميتا ان ده بيسافر وبيرجع. طب وده هيفيدني في ايه مثلا؟ قصة الناس اللي بتسافر وبترجع. لو عندي مشروع سعره عالي، ممكن اختبر، اتوقع، اخمن ان الناس اللي بتسافر او متعودة على السفر بتروح وبترجع وتكون مهتمة بالعقارات، ممكن تستثمر في المشروع بتاعي. شفت انا بقول ايه؟ ممكن اخمن، اتصور، اختبر. يعني الاهتمامات دي مش شيء ثابت. ليه بتقول الكلام ده؟ عشان ما ترميش الميزانية بتاعتك كلها ورا تخمين، ورا اختيار انت ما اختبرتوش، ما تعرفش هيجي ايه من وراه. يعني من الاخر، تذكرة السفر مش معناها انه معاه مقدم شقة. يبقى المعلومات بتقول متى عارفة عنه ايه، والاهتمام بيقول هو بيتابع ايه، هو مهتم بموضوع ايه، والسلوك بيقول هو بيعمل ايه. طيب ما تيجي كده نجرب نحط اهتمام مع بعض ونفكر مع بعض. اول حاجة احنا عايزين ناس مهتمة بايه؟ مهتمة بالعقارات. هنكتب ريل استيت. ريل استيت. حلو. طلع لي هنا ريل استيت اندستري. يعني ايه؟ يعني ايه اندستري؟ يعني ناس مهتمة بمجال العقارات. حلو. بس هنا برضو في كلمة ريل استيت. طيب الريل استيت هنا بس حاطط قدام منها ايه؟ ايه دي؟ employers. يعني ايه employers؟ يعني جهة عمل. امال اللي فوق دي ايه؟ interests. يعني ايه؟ يعني ناس مهتمة. يبقى interests يعني ناس مهتمة تشتري. لكن employers يعني ايه؟ يعني ناس شغالة في المجال. يبقى مش عشان الاسم في كلمة ريل استيت تروح جاي مختاره، لا، لازم تبص على التصنيف اللي جنبه، دي ناس مهتمة ولا ناس شغالة في المجال. طيب في المثال بتاعنا احنا هناخد ناس مهتمة بالعقارات ولا ناس شغالة في المجال؟ لا، ناس مهتمة بالعقارات. طب افرض انا عايز احط اهتمام تاني. طب حط. عايز تحط ايه؟ اصلا المشروع بتاعي استثماري. طيب يعني عايز تكتب ايه؟ investment. عيلا اكتب investment. ها، عايز تكتب دي ناس مهتمة بالاستثمار. حلو. ادي investment. طيب اديني اخترت investment. حلو حلو. طيب هو انت مفكر ان الناس المهتمة بالاستثمار دول مهتمين بالاستثمار العقاري؟ مش ممكن يكونوا مهتمين بالذهب، بالبورصة، اي نوع استثمار؟ ممكن. ليه لا؟ لان الاستثمار مش حكر على العقارات بس. طيب ما تدور معايا على ريل استيت انفستمنت او انفستنج، موجود ولا لا؟ اهي انترستس، ناس مهتمه بالاستثمار العقاري. يبقى انا بدل ما اختار انفستمنت، لا، ضيقت الاهتمامات شويه، بقت ناس مهتمه بالاستثمار العقاري، ناس مهتمه بالعقارات، بمجال العقارات، بشراء العقارات. فهمنا احنا بنفكر ازاي؟ انا بديك فكر مش بديك اسماء. طيب افرض المشروع سكني بس ملهوش علاقه بالاستثمار، يبقى خلينا في الريل استيت اندستري.
يبقى انت الاد سيت الواحده حاول تحط فيها اهتمامين 3 بالكتير، ما تشتتش ميتا، ما تشتتش الاد سيت بتاعتك. اتفقنا؟ طيب دي كانت فكره. طيب فلنفترض ان انا هلغي اهو اللي انا عملته، فلنفترض ان انا عايز اجرب السلوك. هتجرب السلوك ازاي؟ يعني انا عايز الناس اللي بتسافر وبترجع مصر معاها فلوس وبتبقى مهتمة بالعقارات، لأن المشروع بتاعي غالي شوية. طب دي هعملها ازاي؟ بسيطة. تعالوا مع بعض نجرب ترافل. حلو. ميتا طلعت لنا ايه؟ طلعت لنا frequent travelers. يعني ايه؟ يعني ناس ميتا شايفاهم بيسافروا بشكل متكرر. طيب لو international travelers، دي ناس بتسافر بره البلد بس كتير، ده سلوكهم. هنا بقى هتلاقي حاجة اسمها returned 2 weeks returned 1 week، يعني ناس رجعوا من السفر خلال آخر أسبوعين، ودي ناس رجعوا من السفر خلال آخر أسبوع. في بقى واحد قاعد عينه مش معايا هنا على كلمة ترافل، ولا رجع من أسبوعين ولا رجع من أسبوع، عينه هنا انترستس، اهتمام. يبقى في فرق ما بين ناس بتهتم بالسفر والسياحة، وفي ناس البيهيفيرز بتاعها ايه او سلوكها ايه؟ سلوكها ان هي بتسافر بره البلد او رجعت من اسبوعين او رجعت اخر اسبوع. يبقى خلي بالك من التصنيف، ممكن يوقعك ويحرق لك الميزانية بتاعتك. متى هنا في الجزء ده بتقول لك انا عندي اشارات ان الناس دي بتسافر بشكل متكرر. طيب ايه رأيكم نختار مثلا الناس اللي بتسافر بره البلد؟ ادي واحد. ممكن نختار الناس اللي رجعت من اسبوعين، ادي اتنين. ممكن نختار الناس اللي رجعت من اسبوع، ادي تلاتة. اتفقنا؟ اتفقنا. بس انا عايز حاجة بقى هنا، خلي بالك ممكن يكون سافر شغل او زيارة او فسحة، مش شرط الناس المغتربة في دول الخليج. يعني وانت بتختار الشريحة دي انت بتتخيل، انت بتختبر، وش معناه ان دول المغتربين اللي بره مصر. اتفقنا؟ يعني الجمله الشهيره بتاعت ستيت اديوكيشن، يبقى احنا بنجرب جمهور السفر، لكن ما بنقولش انه جمهور السفر ده معاه مقدم شقه 2 3 مليون جنيه في التجمع الخامس. احنا بنجرب. يبقى احنا هنا في الاهتمامات بنجرب الجمهور اللي بيسافر، اللي متعود على السفر. طيب معنى كلامك بقى ان انا هفتح جمهور جمهور واهتمام اهتمام وسلوك سلوك وابدا اختبر واحرق الميزانية بتاعتي. عشان كده في حاجة بقى هنا اسمها ايه؟ اسمها define further. يعني ايه؟ عايز اضيق الاستهداف. طيب عشان ما احرقش الميزانيه بتاعتي، فهقول له انا عايز الناس اللي بتسافر بره مصر. حلو. واللي رجعت من اسبوع او رجعت من اسبوعين. حلو. بس ديفاين يا ريت تكون بتهتم بالريل استيت. يبقى هنا حصل ايه؟ حصل انه هيشوف الناس اللي بتسافر بره مصر. مش شرط بقى يحقق الثلاث شروط دول، يعني هو مش شرط انه يحقق لك الثلاث شروط دول، لا هو هيحقق اي شرط من الثلاثه. هو سلوكه انه بيسافر بره مصر، هو سلوكه ان هو راجع من اسبوع، هو سلوكه ان هو راجع من اسبوعين. بس لازم يكون ايه؟ لازم يكون مهتم بالعقارات. هو ده التكنيك اللي انا عايز اعلمه لك. ممكن يكون بيحب العربيات المرسيدس، بيحب العربيات البي ام، بيحب العربيات، لكن يكون مهتم بالعقارات وبيدور ان هو يستثمر في العقارات. ممكن يكون مهتم بكذا كذا 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 او سلوكه كذا 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 كذا، بس يكون مهتم بالاستثمار او مهتم بالريل استيت. فهمنا الفكرة يا جماعة؟ طيب سؤال، مين اللي هيحكم على المجموعة دي ان المجموعة دي جابت عميل بيشتري؟ ميتا. ونتيجة الحملة؟ لا، السيلز هو اللي هيحكم. السيلز هو اللي هيقول لك العميل بيكمل المكالمة ولا لا، بيتخض من السعر ولا لا، طب هبقى افكر واقول لك ولا لا، ولا بينزل معاينة عشان مستعجل وعايز يسافر تاني. طب سؤال يا عمرو، هو الناس دي ما تجيبش الناس المغتربين اللي شغالين في الخليج مثلا؟ تجيب. ممكن مثلا تستخدمها قبل ما ينزلوا في الأعياد والمناسبات، في الصيف تجيب معاك. الناس بتبقى نازلة واخدة أجازة وعايزة تحط فلوسها في حاجة، فده أحسن وقت ممكن إن أنت تستغل الشكل اللي قدام منك ده وتصطاد ناس من اللي شغالة في الخليج. احنا بنقول الكلام ده مش ثابت، احنا بنقول جرب. ما تاخدش الكلام انه قانون، لا احنا بنجرب، فقط بنجرب. انا كعمر بستخدم الجمهور المخصص
والمشابه دايما في شغلي، والحمد لله والشكر لله النتائج 10/10. ليه؟ خلاص هو عميل، انا عارف، انا عندي عملاء مالوا فورمه، عندي عملاء تواصلوا معايا وكلامهم كان حلو جدا جدا واقرب لقرار الشراء عن طريق الواتساب، فانا بقول له خد الجمهور ده اللي اتفاعل معايا وهات زيه. بس انا دلوقتي برضو بشرح لك جمهور الاهتمامات عشان ما نبقاش سيبنا حاجه. لو في يوم من الايام بقى ما لقيتش اختيارات السفر دي عندك في الاد مانجر، ده طبيعي لان ميتا بتغير الاختيارات من وقت للتاني، بس الفكره العامه انت فهمتها. ما حفظتش زراير، ما حفظتش اسماء، انت فهمت الفكره العامه. وخلي بالك ان مثال السفر هنا احنا بنشرح بيه، بنشرح السلوك وازاي بنضيق السلوك ده عشان نوصل لعميل العقارات. طيب نقطة مهمة جدا جدا، هو ينفع اختبر مجموعة يكون فيها نوع الجمهور واسع ومجموعة تانية يكون فيها اهتمامات؟ ينفع. طيب ينفع نعمل ده دلوقتي؟ ينفع. طب هنعمله ازاي؟ طب دلوقتي لو عندي مشروع سكني في التجمع الخامس، نبدأ واسع ولا نبدأ باهتمامات؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الادست دي ينفع نعمل منها كذا نسخة، صح كده؟ هنعمل بقى نسخة تانية من الادست دي عشان يبقى عندنا مجموعتين بنفس المكان ونفس السن ونفس الإعلان. الفرق الوحيد هيبقى فين؟ في الجمهور. هنسيب جمهور واسع والجمهور التاني هنحط له اهتمامات. فاكرين محاضرة المجموعة الإعلانية لما نختبر حاجة نغير حاجة واحدة بس؟ وهنا بقى احنا هنغير ايه؟ هنغير الجمهور. عشان تعمل بقى ادست تانية هتروح هنا على الادست بتاعتنا وتروح جاي على الثلاث نقط دول عامل كويك دوبليكيت، نشيل الادفانتج وبعدين نقول له دوبليكيت، هينزل لي دلوقتي نسخه ومكتوب جنبها كوبي اهي. اروح جاي طالع على النسخه دي ومغير الاسم، هقول ايه؟ جمهور واسع. خلاص مشروع التجمع مثلا مشروع كذا اهو، عشان اعرف الجمهور ده ايه. خلاص وبعدين هنزل هلاقي الاهتمامات بقى لان هو عمل لي نسخه، فانا هشيل خالص الاهتمامات اهو، مفيش خالص لا ريل استيت ولا سفر ولا اي حاجه خالص اهو. يبقى انا كده حددت له المكان وحددت له السن وسبت الجمهور ايه؟ واسع. بس في نقطه بقى مهمه جدا، احنا كده عملنا مجموعتين، مجموعه جمهور واسع والمجموعه التانيه حطينا فيها ايه؟ الاهتمامات. طيب الحمله بقى ذات نفسها هتصرف ازاي؟ حد فكر؟ طب نخلي ميتا توزع الميزانية بين المجموعتين ازاي؟ حد فكر فيها برضو؟ ولا كل مجموعة يبقى ليها مبلغ لوحدها؟ ها مين يفكر معايا؟ احنا قلنا قبل كده ان الكامبين بادجت معناها ايه؟ معناها ان ميتا تاخد ميزانية الحملة كلها وهي اللي توزعها على ايه؟ على المجموعتين. طب لو اخترنا الاد ست يبقى ايه اللي هيحصل؟ ها انا اللي بحط البادجت للمجموعتين، ميتا ما بتوزعش حاجه. طب ليه انا اللي بحط المجموعتين؟ عشان الاتنين يصرفوا نفس المبلغ وتبقى المقارنه عادله. طب انت هتحط الاد ست للمجموعتين قد ايه مثلا في اليوم؟ طالما بتكلم على التجمع الخامس يبقى انا بتكلم من 750 ل 1000 في اليوم. طب لمده قد ايه؟ لمده 4 ايام ل 7 ايام، وده عشان اختبر الحمله مش تسعيرة ثابتة. متى لسه بتجرب الإعلان مع ناس مختلفة كجمهور واسع أو كجمهور عنده اهتمامات، وبتشوف بقى أنهي مجموعة إعلانية هتجيب لنا الطلب اللي احنا طلبناه، سواء واتساب أو فورم التسجيل أو زيارة موقع. الحاجة بقى اللي احنا طلبناها دي اللي أنا بقولها دي اسمها حدث. يعني لو هدفنا ان العميل يبعت فورمة او يسجل في فورم التسجيل، كل فورمة العميل بيسجل فيها اسمها حدث. لو هدفنا ان احنا نعمل حملة واتساب، كل بداية محادثة هي عند ميتا اسمها حدث. ميتا عشان تقول لك انهي مجموعة اعلانية هي اللي كسبت وهي اللي جابت عميل كويس وهي محتاجة 50 هدف، محتاجة حاجة اسمها مرحلة تعلم. عشان كده احنا بنقول من 4 ايام ل7 ايام، مش بنقول الرقم ده كده، بنقول الرقم ده عشان يبقى قدرنا نحقق الرقم اللي محتاجاه ميتا اللي هم ايه؟ ايوه ال50 حدث. طب وهي محتاجه 50 حدث ليه يا عم؟ يا باشا عشان يبقى عندها امثله كفايه، تفهم اسرع، تختبر اسرع. وبعدين هم 50 فورمه مش 50 بيعه. طب سؤال، لو ميزانيتي صغيره والحمله ما جابتش 50 حدث، الحمله هتشتغل عادي؟ هتشتغل عادي، بس ممكن تفضل في مرحله التعلم، النتائج طالعه ونازله. رقم 50 ده وشباب،
يعني لازم تعدّيه علشان الإعلان يشتغل، لأ، إحنا بنقوله هي محتاجة تتعلّم وتفهم عشان بعد كده الحملة تستقر، وعشان كده إحنا في المحاضرات اللي فاتت دايمًا بنقول لو ميزانيتك صغيّرة ما تختبرش مجموعتين، ما تدخلش في مرحلة الاختبارات لو الميزانية صغيّرة. طب أعمل إيه؟ ابدأ بمجموعة واحدة وواضحة، يا إما تبدأ واسع يا إما تبدأ باهتمامات، ويا سلام بقى لو عامل تتبع للويب سايت بتاعك وعندك ناس وعندك زيارات وعندك ناس بتملى فورمة وعندك ناس بتتواصل عن طريق الواتساب، وبتستخدم بقى custom audience أو lookalike، بتتكلم في العميل أبو 30 و40 و50 جنيه وحلو جدًا، 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 ومتى بتريحك وبتجيب لك حد شبهه. وبتخرج بقى من قصة أنا هاختبر ده الاهتمام ده، وهاختبر الاهتمام ده، وهاختبر الناس اللي بتسافر برّه، وهاختبر الناس اللي بتشتري عربيات مرسيدس، وتخرج من الدوامة دي. بس أنا كنت لازم أعرّفك بالجمهور كل واحد مميزاته وعيوبه إيه. يبقى الخلاصة أنت بتدخّل المجموعتين دول في اختبار لمدة 7 أيام، نفس الميزانية للمجموعتين، والحكم عند مين يا عم عمرو؟ عند كلام الsales، عند جودة العميل، مش عند أرخص رقم موبايل. المحاضرة الجاية بقى هنسيب التخمين والاختبار وهنشتغل على الجمهور المخصص، جمهور عبارة عن ناس شافتنا واتفاعلت معانا. شافتنا يعني إيه؟ يعني شافت فيديو، تفاعلت مع بوست، فتحت فورم وسجلت فيه، دخلت موقع إلكتروني وعملت أحداث معينة. نحول إحنا بقى التفاعل ده لجمهور ونرجع نتكلم معاهم تاني، أو نقول لميتا خد البيانات دي وهاتي لي ناس شبههم.